فيديو جديد، حلقه جديده من قناه حضور عطار. رجعنا لكم حلقه جديده من السلسله اللي بنحلل فيها ابرز اللي بيحصل في الدوريات الاوروبيه الكبيره. وحلقتنا النهارده هتكون يعني نبذه بسيطه عن اللي بيحصل في اخر فتره في الدوري الانجليزي. فقبل ما نبدا مش في القناه تفعل جرس التنبيهات وتدوس على زرار اللايك. كالعاده هتبتدي بمتصدر الدوري وهو ليفربول، اللي عامل يعني بدا يرجع ليفربول اللي كنا عارفينه بتاع 2019 2018، مش بنفس القوه، وبالرغم كمان من ان المنافسين واقعين الا ان ليفربول عارف يلم وراه. وده برضه ممكن يرجع لان هو في الدوري الاوروبي فمعلهوش الضغط الكبير ففايق للدوري والحاجات دي. الا ان بيقدم السنه دي واحد من افضل المواسم، ولولا المباراتين اللي اتظلم فيهم بتاعه توتنهام. والمباراه دي كمان لو كان فاز كان زمانه متصدر بفرق 4 5 نقط عن اللي هو متصدر عنه. فاتظلم في مباراتين طرد اللعيبه واللي بيحصل وكده، الا ان الفريق بيعرف يلم اموره. زي ما شفنا اخر مباراه ليه قدام كريستال بالاس، عرف ينظم ورا وبدري شويه شويه، يعني قدر يكسب ب 2-0 والدنيا كانت مرتاحه معاه. وقبليها برضه نفس الاداء قدام شيفيلد، تحس ان هو ليفربول خلاص ماشي بخطى ثابته، محدش سمع عنه أوي، يعني محدش يعني مركز بقى مع اللي بيحصل حواليه. اول مره تحس ان الكلام على ليفربول مش كبير. الماتش اللي قبله قصاد فولهام قدر يعمل ريمونتادا بعد ما كان خسران 3-2 وكان اتعادل 2-2، بعد كده دخل فيه الثالث وقدر يعمل ريمونتادا في الدقيقتين بجونين. غير ان الماتش اللي قبله كان خسر، كان متعادل مع مانشستر سيتي 1-1 واللي جاي له في الطريق. فتبص خلاص ان ليفربول اخر 4 ماتشات ما خسرش غير نقطتين، يعني 10 نقط من 12 نقطه. فالفريق عارف يلم اموره، وزي ما تقول هو يقدر هينافس على الدوري الاوروبي السنه دي. المنافسه ما بينه وما بين استون فيلا قويه برضه. فهو في الدوري اللي لم ورقه، وبالذات برضه مع انفجاره محمد صلاح الموسم دوت اللي قادر يسجل 11 جون ويعمل 7 اسيستات. فدي حاجات تحسب جدا لليفربول السنه دي، ان هو عارف يلم ورقه بالطريقه دي. في الناحية التانية في المركز التاني تتكلم على الأرسنال اللي خسر الصدارة بخسارته بماتش أستون فيلا وخلاص، يعني عشان كده ليفربول عداه. إلا إن أرسنال برضو آخر 3 4 ماتشات بيفوز بصعوبة، تحس إن برضو أرتيتا ما يعني مش عارف يعمل دبس في التشكيلة في آخر فترة. اللعيبة اللي بينزلها مش زي السنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان أول ما يتزنق ينزل لعيبة من على الدكة، فكان في عنده عمق في التشكيلة. السنة دي ما تفهمش هو مش مستوعب الموضوع دوت شوية. ارسنال اللي في اخر ماتش خسر من استون فيلا، والماتش اللي قبله قدام لوتن تاون يعني كسب بجون في اخر دقيقه، والماتش اللي قبله برضه قدام ولفرهامبتون يعني كان متقدم 2-0، بعد كده ولفرهامبتون جابت جون وكانت تقدر التعادل. ففي ربنا استر معاهم. نجمهم برضه السنه دي برضه هو باكايو ساكا اللي جاب معاهم 5 اجوان وعمل 6 اسيستات. فتبص تلاقي ان ارسنال السنه دي مع ارتيتا مش ارسنال السنه اللي فاتت، لكن يعني في ملامح ان هو يقدر يرجع بطريقه كبيره. في ملامح على رجوع ارسنال زي ما قلنا ان هو يرجع بطريقه كبيره. لكن في اخر الشهر دوت هيلاعب ليفربول في الدوري، فهل هيقدر هما الاثنين برضو يعني ممكن يتعادلوا زي ما الموقف زي ما هو، ولا ارسنال هيعمل مفاجاه ويرجع يتصدر الدوري، ولا ليفربول هتكمل في انطلاقتها اللي اتكلمنا عليها. فبرضو تبص على الناحيه زي ما قلنا ان ارسنال السنه دي مش ارسنال بتاع السنه اللي فاتت، هي ماتشات يتعادلها، الماتش اللي خسر قدام استون فيلا يا اما الماتشات اللي بيكسبها في اخر دقيقه. فتحس ان برضو ارسنال بقى يعدي الماتش الحمد لله ان انا عديت من الماتش دوت. فده كلامنا كان عليه. اما كلامنا بقى عن المركز الثالث وهو يعني الحصان الاسود بتاع السنه دي او من السنه اللي فاتت، من ساعه اوناي ايمري ما مسك استون فيلا وعمل معاهم مستوى كويس وصلهم الدوري الاوروبي بعد ما شوف كان مركزهم كام. السنه دي تبص تلاقي ان هو معاهم المركز الثاني. كفايه ان اخر ماتشين ليه كسب ارسنال 1-0، كسب السيتي 1-0، وكسب السيتي 1-0 مع الرافع مانشستر سيتي بجوارديولا بهالاند بلعيبته دي كلها. راح كورتين بس على استون فيلا. تيجي تبص ان استون فيلا زي ما قلنا كسب ارسنال وكسب السيتي والماتشين اللي قبليهم برضه. فانت بتتكلم ان النادي في اخر 4 ماتشات ما خسرش ولا ماتش، عامل اداءات كويسه برضه. زي ما تقول ليفربول 10 ماتش 10 نقط من 12 نقطه. نجمهم السنه دي الصراحه اللي مبدع معاهم اولي واتكنز اللي مهاجم 8 اجوان و6 اسيستات. فزي ما تقول ان هو هيبقى المهاجم بتاع منتخب انجلترا مع اللي بعد هاري كين في الفتره الجايه. فبرضه هل تتوقع ان استون فيلا هيكمل على صحواتها ويقدر يعمل زي نيوكاسل السنه اللي فاتت ويكون استون فيلا هو اللي هيخلص المربع الذهبي ولا لا؟ ده يعني كان كلامنا عن استون فيلا اللي برضه مهوش يعني ما الناس بدات فعلا تحس باستون فيلا اخر فتره بس. الا ان الكلام يرجع بقى لمانشستر سيتي اللي باخر يعني شفنا مانشستر سيتي تعادل 3 تعادلات ورا بعض، توتنهام في تشيلسي في ليفربول، بعد كده الخساره بتاعت استون فيلا، بعد كده المكسب اللي على لوتون تاون بعد ما كان لوتون تاون هو المتقدم وعمل عليه هجمتين 3 خطرين اخر ماتش. ورجعنا نشوف ان جوارديولا طلع يصرح ان انا مش عارف ما فيش وقت امرن اللعيبه عليها ضغط. ليفربول يعني ما كناش متعودين منه ان هو يصيح في فتره الزنقه بتاعت اللي بيمر بيها اي نادي. كنا شايفين اللي بيحصل مع ريال مدريد وانشيلوتي ما بيتكلمش، اللي بيحصل مع ليفربول وليفربول ما بتتكلمش الا بقى لما بيكون ليها حق. فبرضه تحس ان جوارديولا وصل الضغط والقلق دوت للعيبه في غياب برضه دي بروين، في غياب رودري اللي رجع يعني ليفر مانشستر سيتي تعطل كتير في غياب رودري.
فهل بقى انت مقتنع ان فعلا جوارديولا خلاص مش هيبقى جوارديولا بتاع السنه اللي فاتت، وهو السنه دي مركز ياخد دوري الابطال؟ وهل فعلا لو هو مركز ياخد دوري الابطال هيخايش في الدوري، فيفهم متاخر ان هو خايش في الدوري يرجع يركز على الدوري فبالتالي يخسر دوري الابطال ويبقى خسر اتنين؟ ولا متوقع ان هو كده كده زي ما بيقولوا الفيل هيقع من على الشجره وجوارديولا هيرجع يتصدر تاني؟ فبرضه مستنيين رايك في النقطه بتاعت السيتي دي بالذات، لان هي فعلا من النقط اللي الناس يعني بتسال عليها كتير السنه دي. طب هل يعني مانشستر سيتي شفناه بيقع بس ما كانش بيقع للدرجه دي؟ فبرضه اكتب لنا رايك في التعليقات. غير كده بقى نتكلم عن ابرز الحاجات اللي بتحصل في الدوري، ان مانشستر يونايتد بعد ما جالها مستثمر جديد بيقولوا بنسبه 15% في الانتقالات الشتويه او في الصيف الجاي هيمشي 10 لعيبه من اللي هم الركائز الاساسيه، وكلام كتير طلع عن كاسيميرو وفاران وسانشو وراشفورد ومارسيال. وفي نفس الوقت توتنهام برضو اللي كان زي ما شفنا متصدر لفتره كبيره الدوري، وتصدر فتره بقى مناصفه مع ارسنال مره مناصفه مع ليفربول، لكن الاصابات والوقف اللي جه للعيبه والحاجات دي كلها قللت من مستواهم، خلتهم الخامس مع مانشستر السادس. وزي ما بنشوف برايتون ونيوكاسل برضه ماسكين خط كويس برضه، مش نيوكاسل بتاع السنه اللي فاتت ولا برايتون بتاع السنه اللي فاتت، لكن برضه ده المتوقعين ان هم يعني مش هيفضلوا بنفس الفتره بسبب اللي هو الخبره او النفس الطويل زي ما بنقول. فالكلام بقى الكلام على مانشستر يونايتد وعلى توتنهام وعلى نيوكاسل وعلى استون فيلا هيكون هو نفس الكلام، ان هم بيمشوا على سطر زي ما بيقول ما بيسيب سطر، لكن عندهم لعيبه بارزه ما نقدرش ننكر. عندك توتنهام سن السنه دي جايب معاهم 10 اجوان، عندك نيوكاسل الكسندر اسحاق يعني او الكسندر ايزاك زي ما بيقولوا يعني ثابت وجوده معاهم جدا، وبرونو جمارش واللعيبه دي كلها اللي عليها عيون من انديه كبيره، وسفين بوتمان اللي هو المدافع، في لعيبه كبيره كتيره عليها اداء كويس. وبرضه ما نقدرش نلوم على نيوكاسل قوي لان هم ماشيين في دوري الابطال فعليهم ضغط، فاللعيبه لسه مش عندها الاستابيليتي ان هي توازن ما بين هنا وتوازن ما بين هنا، او على الاقل بيحاولوا يصعدوا لعيبه زي ما بنشوف، فبيحاول يمشي المنظومه منظومه احترافيه على قد ما يقدر. سواء برايتون برضه عامل اداء كويس في بطوله الدوري فالاربع فرق دول كل الكلام اللي هتقوله عليهم هو واحد. لكن الكلام بقى اللي غريب واللي الناس مستغرباه ان تشيلسي بعد ما جاب بوتشيتشينيو والامال اتحطت عليه، وبعد الماتش الاولاني اللي قدمه قصاد تشيلسي والحاجات دي كلها، فانت يعني اللي بيحصل في تشيلسي السنه دي غريب، تفهمش بيجيبوا لعيبه هم مش واخدين بالهم اللعيبه دي هتفيد المنظومه ولا لا، ولسه في لعيبه خلاص قررت انها تمشي من النادي ومش هتجدد، انزو فرنانديز وكاسيودو الاثنين بتوع نص الملعب اللي قدامهم كالاجر. ما تحس ان في لو جيت تتكلم على اسامي واداءات الموضوع ماشي كويس، تيجي تتكلم على نتائج وحاجات تحس ان في حاجه غلط في المنظومه. برضو توتبوي رئيس النادي مش ما تفهمش بقى هو علشان علاقته بالكوره مش الكبيره اللي هي، ففي كلام كتير داير حوالين تشيلسي ما تقدرش تلخصه غير بالنتائج اللي بتحصل له دلوقتي، ودي نتيجه اي نادي تحس ان عليه بلبله ولخبطه في الكلام كتير، فده اللي احنا شايفينه منه. لكن برضو حاجه من الحاجات اللي عايزين نذكرها قبل ما ننهي الحلقه في كلامنا عن ايفرتون النادي اللي اخر اربع خمس جولات عامل اداءات جباره جدا ومش عارف مجمع حوالي 13 نقطة تقريبا، ده غير ان مخصوم منه 10 نقط وبطريقة غريبة. فانت ما تنساش ان نادي ايفرتون لو ما كانش اتخصم منه ال 10 نقط دول كان زمانه حاليا في المركز التاسع. فبس ده كلامنا، وبرده من الحاجات اللي عايزين نذكرها زي ما ذكرنا محمد صلاح وجايب كام جون، وهالاند مع السيتي اللي جايب 14 جون، وسون زي ما قلنا 10 جوان، اللاعب جوردو بوين برده اللي عامل اداء ولا اروع مع استون فيلا السنه دي اللي جايب 9 جوان، غير تريبير اللي بدا يرجع ثقته في نفسه بعد السنه اللي فاتت برده اللي جايب 7 جوان، وبيدرو نيتو اللي خلاص في كلام كتير عليه من ارسنال، كلام عليه من تشيلسي، كلام عليه من توتنهام، كلام عليه من يوفنتوس، في انديه كتير اتكلمت عليه برده اللي عامل 7 اسيستات في الدوري السنه دي، انديه عايزه تجيبه سعره مش غالي يقدر يلعب اللعيبه جرب اهو دوري انجليزي. فدوت بس يعني نبذه بسيطه عن اللي حصل اخر اسبوع او اسبوعين او ثلاثه بالكتير في الدوري الانجليزي. فقبل ما ننهي مشاكل القناه افعل جرس التنبيهات وتدوس على في الكومنتات عايزنا نتكلم عن ايه الحلقه الجايه.